السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا الأستاذ أحمد سمير، رئيس الاتحادين العربي والمصري، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي للميني فوتبول، ورئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، ورئيس جمعية الإخوة المصرية التونسية. كل التحية والتقدير لحضرتك، القيمة والقامة. ممكن بقى حضرتك علشان طبعا تعرف السادة المشاهدين بنفسك وبلعبة الميني فوتبول اللي حضرتك مؤسسها، وفي خلال سنتين نتائج انا مش قادر اوصفها، فسيب الميكروفون لحضرتك بقى وحضرتك تتكلم. بشكرك جدا، وجه كل الشكر والتحية للإعلامي الشريف المحترم أستاذ ياسر، وبشكرك جدا في برنامجك الشيق والممتع حكاوي الطيب في رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين، وعيد فطر مبارك مقدما لكل الشعب المصري ولشعب مصر العظيم قيادة وشعبا. بيقولوا نبتدي منين الحكاية طبعا ان انا سعيد جدا ان انا احد طيور مصر المهاجرة العائد الى ارض الوطن الحبيب مصر بعد غياب ما يقرب من اكثر من 20 عاما بعيدا عن ارض الوطن. لكن دلوقتي طبعا انا سعيد جدا ان انا عدت لبلدي، وهي كانت لها قصه ما كانتش في الحساب اصلا. يعني اولا بلد المهجر تونس. انا عايش في تونس منذ سنوات طويله جدا، وصفتي في تونس كرئيس جمعيه الصداقه المصريه التونسيه، ورئيس لاتحاد شباب المصريين بالخارج، وطبعا كرجل اعمال مقيم في تونس واعلامي ومقدم برامج على شاشه التلفزيون التونسي، ولدي برنامج معروف جدا هناك تحت عنوان سهرة المشاهير. عندي برنامج الإذاعي الآخر معروف جدا هناك اسمه لمة عربية. ما شاء الله ما شاء الله. فطبعا يعني الحمد لله. عندي برنامج تاني اسمه قصص الأنبياء، وعندي برنامج تاني اسمه أسماء الله الحسنى على الإذاعة التونسية. بس لكن طبعا المجال طبعا العمل العام ده مجال أكيد الإنسان بيجد فيه نفسه من أجل أن يسري الحياة العامة والحياة الاجتماعية، وكذلك أيضا حينما أنك تقدم المزيد في أعمال مختلفة وفي بلاد المهجر، فده من شأنها أنك ترفع اسم بلدك ويشار إليها بالبنان. تحترم بلدك وتحترم ما تقوم به من عمل، فذلك في النهاية يصب في المصلحة العامة، بيتقال ده مصري. فدي في حد ذاتها هو نجاح يضاف لنا أن نضيف إلى بلادنا شيئا يليق باسم مصر كبيرة العرب والإفريقيا. نقطة ثانية طبعا اللي أنا عاوز أكد عليها إن القصة بدأت سنة 2016. طبعا علاقتي بالرياضة منذ سنوات طويلة طبعا في مختلف الرياضات على مستوى جميع الألعاب القادمة إلى تونس من مصر، وأنا لاعب كرة قدم أيضا. سنة 2016 تونس كانت بتجهز ملف الانضمام إلى كأس العالم، تنظيم كأس العالم بتونس للميني فوتبول. والميني فوتبول عشان الناس تعرف يعني ايه ميني فوتبول. الميني فوتبول هو عباره عن كره القدم المصغره باللغه العربيه، ميني فوتبول باللغه الانجليزيه، ميني فوتبول باللغه الفرنسيه. كره القدم المصغره هي اللعبه التي تلعب على الملاعب الخضراء ذات النجيل الصناعي او الطبيعي في المساحات الخضراء في الهواء الطلق، مساحه 30 في 50. عدد اللاعبين 6 لاعبين، عباره عن 5 لاعبين وحارس مرمى، 6 لاعبين في ارض الملعب. الاحتياطي 6 لاعبين اخرين موجودين على الدكه بره. التغيير مفتوح على مدى المباراه. زمن المباراه 50 دقيقه مقسم على شوطين، كل شوط 25 دقيقه، في 10 دقائق استراحه ما بين شوطي المباراه. وفي حاله الوصول للتعادل في مباريات الكؤوس تقام شوطين اضافيين، كل شوط 5 دقائق 5 دقائق، وفي حاله الوصول تبقى 3 ضربات ترجيحيه. ده بالنسبة للعبة. هذه اللعبة انطلقت سنة 1980 في كندا وأمريكا الجنوبية، إلى أن أصبح لها اتحاد رسمي سنة 2013. أول كأس عالم لها في عام 2015 في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 16 منتخب، وحصدت الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم الأولى. كأس العالم الأخرى الثانية أقيم بتونس سنة 2017 بحضور 24 دولة، فازت بها التشيك. 2019 أقيمت كأس العالم الأخرى في مدينة بيرث الأسترالية وبحضور 32 منتخب، وفاز بكأس العالم المكسيك. مباراة شهيرة مع البرازيل. كأس العالم القادمة إن شاء الله ستقام في إمارة رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة،
وإن شاء الله ستقام في الفترة ما بين 26 أكتوبر و4 نوفمبر، ومصر إن شاء الله حاضرة فيها يعني بصفتها الحائدة على كأس الأمم الإفريقية بطل أفريقيا وممثل القارة الأفريقية. اللعبة دي طبعا بداية وجودي فيها سنة 2016 حينما تقدمت تونس لاستضافة كأس العالم في تونس، وتم اختياري عضو في اللجنة العليا المنظمة للبطولة، رغم من المفترض ان انا لما عرضوا علي طبعا انا مش تونسي، لكن الحمد لله لان الانسان الحمد لله ما يكون عامل اشياء كثيرة ونجاحات متتالية في بلد الحمد لله بيسلط الاضواء عليه، فالحمد لله الواحد استطاع انه يعمل اشياء كويسة جدا. بصفتي كرئيس لجمعية الصداقة المصرية التونسية، الجمعية التي تعد من أكبر الجمعيات في تونس، وقدمت العديد من الأنشطة في كافة المجالات في الرياضة والفن والثقافة والعلوم وغير ذلك. طبعا أخي العزيز أشرف بن صلحة رئيس الاتحاد التونسي وقتها ورئيس الاتحاد الإفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية هناك في تونس تم اختياري عضو في اللجنة المنظمة، والحمد لله قابلت بلاء حسن، وقبل ما تبدأ كأس العالم ضموني الاتحاد الأفريقي في لجنة التطوير والاستراتيجيات، والحمد لله أديت دوري كويس بالتنسيق في العلاقات مع الدول الإفريقية والدول العربية الشقيقة، وأديت دور الحمد لله متميز. ولما جه كأس العالم يعني كان يوم فارق في حياتي، فأنا بشكر رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس اللجنة المنظمة أشرف بن صلحة، لأن الحمد لله لو ترجع للتاريخ حضرتك يا أستاذ ياسر ستجد أن كأس العالم 2017 كان الافتتاح يوم 6 أكتوبر. فهذا التاريخ له مغزى، وهذا التاريخ له عنوان. فالحمد لله يعني ربنا قدرني ان انا كنت من ضمن هذه الاسباب، والحمد لله مصر كانت موجوده من خلالي وموجوده بهذا التاريخ. طبعا مجرد طبعا ما انهيت كاس العالم هناك وانهيت دوري هناك في 2017 2017 ومنذ هذا التاريخ توقفت حياتي تماما. قررت ان انا اعود لبلدي من اجل ان اشهر هذه الرياضه واسس هذه الرياضه في مصر، لان طبعا كان بالنسبه لي يوم حزين جدا ازاي ان علم بلدي مش موجود، وانا شايف الدول العربيه الشقيقه مشاركه، العراق مشاركه، لبنان مشاركه، السنغال مشاركه. بالمناسبه في كاس العالم دي السنغال جت ثالث العالم، هزمت اسبانيا وجت ثالث العالم. فطبعا ازاي انا شايف الكوت ديفوار حاضره، السنغال حاضره، الصومال حاضره، وتونس حاضره، وليبيا، 5 دول من افريقيا، وشايف العراق موجوده، وشايف لبنان موجوده من اسيا. طب فين مصر؟ فبناء عليه سالت نفسي هذا السؤال، وقررت ان انا اعود الى بلدي من اجل ان انشر واؤسس هذه الرياضه في مصر. ووقتها قابلت وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز، وتواصلت معاه من اجل ان انشر هذه الرياضه، لكن للاسف الشديد لم اجد يعني قبولا لاسباب لا اريد ان اذكرها، لاني يعني اعطيت نفسي عاده ان لا اتحدث، لكن كان هناك رفض تام ورفض قاطع يعني. لكن صممت ان بلدي لازم تبقى، مشيت لاتجاه مع العلم ان بكون احترام لكل الناس. انا علاقتي وطيده بكل الناس، يعني ما عنديش عداوه مع حد. طبعا. وبكن كل تقدير واحترام للجميع يعني، كبيرهم وصغيرهم يعني. المهم في النهايه طبعا انا توجهت الى الطرق الشرعيه والقانونيه من خلال اللجنه الاولمبيه. رحت قدمت الورق واللوائح وشكلت مجلس اداره محترم، وبعد ذلك رحت قدمت اللائحه بتاعتي وجبت خبراء وحضرت اللائحه بتاعتي، وجبت ورق من الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي، وقدمت الورق بتاعي وقدمت اللائحه ودفعت الرسوم الرسميه في اللجنه الاولمبيه وفي الوزاره. ومرت الايام الحمد لله رب العالمين الى ما يأسش، وصلت حتى القضاء، حتى يعني انا مش عايز اتكلم، لكن في النهايه انا عايز اقول حاجه لمصر، يعني قياده تستطيع ان تاتي بحقوق ابنائها. وكانت رساله واضحه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لما جه في الكارتدائيه في عيد القيامه المجيد. قال سنه 2018 كانت رسالته واضحه للمصريين بالخارج، وكانت رسالته واضحه للمصريين داخل وخارج. قال لهم من اليوم عاوزين نقول كلنا مصريين، مفيش حاجه اسمها مصر بالداخل ومصر بالخارج، مفيش حاجه اسمها مسلم ومسيحي، نحن جميعا ابناء نسيج وطني واحد. صحيح. مصريين بالداخل ومصريين بالخارج، مسلمين او اقباط. كانت رساله واضحه ان الكفاءات مصر تفضلوا انزلوا شاركوا في بناء مصر. ولذلك الحمد لله يعني الواحد نزل، والحمد لله رب العالمين اشهر هذا الاتحاد رسميا في 29/7 بقرار كبير العائله الرياضيه المصريه الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه.
بعد طبعا ما قعدت معاه واكملنا كل الاجراءات، وآمن بالفكره واقتنع بما جئت به وتم اشهار الاتحاد. ومن هنا بدات في طريقي نحو اشهار هذه اللعبه ووضع اسس لها. دايما بيقولوا اللي بيبدا كبير بيكمل كبير. طبعا. ولذلك وقفت حياتي كلها في الخارج، وبدات ان انا اتواجد هنا، وبدات طلعت بقى قلت ابدا بقى من الاماكن اللي محتاجه رياضه بجد. يعني انا النهارده تفكيري كله مش كان ممكن افكر التفكير العادي جدا ان انا انزل على القاهره واسكندريه واعمل كام فرقه، لان انا في دول بره كل البطولات الفرق اللي عندها مثلا بيبقى في 20 فريق 18 فريق، لكن انا ما كانش حلمي ده. انا حلمي هو خدمه شباب بلدي، حلمي ان انا اوصل ببلدي العالميه، حلمي ان انا اعوض لبلدي ما فات. مش قصه ان انا اسس اتحاد فقط. انا الاحلام عندي لا تنتهي، والاحلام عندي لا منصه. لا، انا بالنسبه لي حلم كبير ان انا ابني البلدي واضع بصمه لمصر في سجلات هذا الاتحاد الدولي. يعني قررت ان انا الفكره كلها ان انا لازم اللعبه تنتشر في مصر كلها، من اجل ان انا اوسع قاعده الانتشار والممارسه والكشف عن المواهب الشابه في كل ربوع مصر، واروح المناطق اللي محتاجه ان احنا اولادنا نوصل لهم مفهوم الرياضه. ولذلك انا بتشرف ان انا اول رئيس اتحاد يروح حلايب وشلاتين، واول رئيس اتحاد يروح النوبه وشمال سيناء في عز مكان الارهاب متواجد. لكن الحمد لله رب العالمين تركنا بصمه محترمه، وثم بعد ذلك ذهب من بعدنا اخرون. لكن في النهايه اللي انا عاوز اكد عليه ان انا اول لحظه بعد ما اشرت الاتحاد مباشره في شهر 7/19 ذهبت مباشره، سافرت الى المناطق الحدوديه. كانت اول زياره كانت لحلايب وشلاتين، ورحت هناك ابو رماد وحلايب وشلاتين، وخدت بقى. وطبعا انا في الطريق كل مدينه كنت بقف عندها واشوف عنوان مركز شقم داخل من اول القصير وانا طالع فوق ومرور بمرسى علم وصولا حتى الحدود بتاعتنا لحد ما وصلت لحلايب وشلاتين، وبدات انشر اللعبه واشرح اللعبه للناس. والبحر الاحمر غطينا المحافظه كلها. بعد كده كملت ان طلعت على النوبه، وما اكتفيتش حتى ان انا اروح النوبه غرب السهيل عند الخزان، لا ده انا كمان رحت النوبه. هم عباره عن قسمين، في غرب سهيل وفي اللي هم في نصر النوبه اللي جوه في الصحراء. كملت ودخلت لجوه ورحت هناك، والحمد لله رب العالمين عملت دوري داخلي هناك لفرق النوبه، وتاهل من خلال الفرق النوبه فريق نصر النوبه. كان في نادي غرب السهيل، وكان في مركز شباب غرب السهيل النوبه، وكان في نصر النوبه. واللي تاهل عن طريق المجموعه دي كان فريق نصر النوبه وصل للدوري الممتاز، ومنتخب حلايب وشلاتين نفس القصه وصل للممتاز. وقدرنا بقى في كل مناطق. قررت ان انا اعمل عيله، اسميها عائله الميني فوتبول مش اتحاد ميني فوتبول. لان انا بالنسبه لي كان الحلم ان احنا ناسس لبلدنا. انا عاوز اوضع بذره علشان لما اجي اسلم الامانه اللي يجي بعدي اكون انا راضي على ما قدمت، ثم اعود مصر بالخارج مره ثانيه. فانا حلمي كان كبير في بلدي جدا، والحمد لله حققته. ان انا قدرت النهارده ان انا ابدا اسست 27 فرع، 27 منطقه. ما هو انت عشان من يملك الفكر يملك النجاح، ومن يملك القوه يملك القرار. ولذلك قلت ان انا عاوز اعمل بنيه من تحت، ابدا من تحت خالص من الجذور. عشان ابني بنيه قويه لازم يكون عندي الادوات، وعشان يكون عندي الادوات لازم يكون عندي حكام من عندي، مدربين من عندي، اداريين من عندي، علشان ما اروحش لاي منظومه ثانيه او كيان ثاني اقول له تعالى انا عايز منك فمش هيديني. اذا انا بالنسبه لي التفكير العلمي الصحيح ان تصنع كوادرا لك في كافه مجالات وبناء عليه قلت انا سالت نفسي سؤال، عاوز تنشر اللعبه؟ طب هننشر اللعبه فين؟ هبدا بالصعيد لان الصعيد في امس الحاجه لكده طبعا، وابدا بالمناطق الريفيه هم الاولى بكده، وخلينا بقى في المدن في الاخر خالص. ولكن في الاخر هنوصل لهم. وفعلا عملت لنفسي خطه زمنيه اشتغلت عليها حتى جاء وقت الكورونا، ورغم ذلك وقت الكورونا كنت انا بتحرك كانت الدنيا واقفه تماما مش حد في الشوارع، وبرضه صممت ان انا كنت بتحرك. وحتى كمان جيت وقت الكورونا عملت حمله للتوعيه عشان ناكد ان دورنا ليس دور رياضي فقط، بل هو دور تربوي وتوعوي. واطلقت حمله لمكافحه فيروس كورونا باسم الاتحاد. عملت عباره عن 77 لافته اشهاريه علقت في معظم الشوارع الرئيسيه في كل مناطق القاهره والجيزه وعلى الطرقات وعلى الدائري للتوعيه ضد فيروس كورونا المستجد. وهذه الحمله اتعملت وذاعها حتى التلفزيون على قنوات التلفزيون المصري، نيل الرياضه، الفضائيه المصريه. الحمد لله كانت يعني حمله كبيره عملتها علشان ناكد رساله واضحه
ان دورنا توعوي وتربوي مش رياضه بس، علشان دايما اللي عاوز يعمل في الشأن الرياضي والحقل الرياضي وبيتعامل مع الشباب، والشباب في مصر هم تلتين المجتمع. فعلشان تبني بنيه رياضيه حقيقيه لابد انك تسعى انك تبني واقع حقيقي ملموس يمس الشعب ويمس الشباب، خاصه في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه قائد سفينه الوطن فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لشباب مصر، ليس فقط في الرياضه بل في كافه مناحي الحياه. فلما انت تشوف قائد السفينه بيجري بالبلد علشان يوصل بيها لبر الامان، فهو بيديك طاقه داخليه. انت كل ما تشوفه، كل يوم افتح التلفزيون الاقي الرئيس في جوله في المكان الفلاني بيفتتح كذا، فبيديك طاقه. الحاجه الثانيه برضو معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي لم يتوانى لحظه حينما يكون اي فكره بعرضها عليه، الراجل بيلبي دايما الفكره. والحمد لله رب العالمين استطعنا ان احنا نشتغل في جو هادي جدا. انا من نوع القطر لازم يمشي، ولذلك ما بلتفتش ورايا. انا راجل عاوز ابني، فلذلك عملت خطوات ثابته اشتغلت عليها، خدت طريقي كويس جدا ومشيت من مختلف المحافظات، عملت دورات تدريبيه، تواصلت مع الاتحاد الدولي والافريقي والعربي علشان ان احنا نجيب خيره الكوادر من خلال خيره المحاضرين الدوليين. يوم السبت 27 سبتمبر 2020 اطلقت الدوره التدريبيه الاولى، تخرج منها 290 مدرب، 266 حكم و44 اداري. الدورة الثانية عملناها 10 مارس، تخرج منها 311 حكم و212 مدرب و51 إداري. طبعا لما فتحنا المناطق بقى عندنا حكامنا، بقى عندنا مدربينا، بقى عندنا إداريينا، جاءت اللحظة إن أنا أطلق أول مسابقة رسمية للاتحاد المصري للميني فوتبول، وأطلقت القرعة كانت يوم السبت 19 ديسمبر 2020. والانطلاق البطوله الحمد لله كنا لما فتحنا المناطق انضم لينا فرق كبيره جدا من اكاديميات ومراكز الشباب وانديه، وصممت ان مراكز الشباب تكون موجوده، وتواصلت مع معالي الوزير دكتور اشرف صبحي وطلبت رسميا انه يسمح لنا ان مراكز الشباب تنضم للاتحاد، ومشكورا جزاه الله كل خير وافق على ان تنضم مراكز الشباب الى الاتحاد المصري للميني فوتبول. وفعلا بدانا دوري. كانت رسالتي واضحه ان المساواه ما بين ولادنا في الانديه والاكاديميات ومراكز الشباب لان في النهايه الدستور المصري يكفل لهم الحقوق والواجبات، لان اللاعب اللي بيلعب في النادي ابن مصر، اللي بيلعب في مركز الشباب ابن مصر، اللي بيلعب في الاكاديميه ابن مصر. وبناء عليه بدانا البطوله، و200 ب 237 فريق كان انضم للاتحاد في هذا التوقيت من خلال زيارات ميدانيه، لان انا ما كنتش بقعد انا لحد النهارده عمري ما قعدت في مكتب. فبناء عليه كل يوم في محافظه، كل يوم في قريه، كل يوم في مكان. جبت الصعيد من فوق، من اول حلايب والنوبه مرورا حتى ما وصلت لحد بني سويف والجيزه، جميع محافظات الصعيد كلها، ثم مرورا بمحافظات الدلتا والقناه والوجه البحري كله لحد اسكندريه. والحمد لله زرت كل المناطق والقرى والنجوع، ما سبتش مكان في شبر واحد في ارض مصر يعني. الحمد لله. ولذلك اصبح عندنا 27 مقر ب 27 فرع ب 27 مجلس اداره، وعدد الفرق المنضمه حتى دلوقتي اصبح عندنا في الاتحاد 350 فريق رسمي مقيد في سجلات الاتحاد المصري للميني فوتبول. وبدانا اول مباراه رسميه كانت يوم السبت 26 ديسمبر 2020. صممت ان اول مباراه تتلعب عشان يتسجل في سجلات الاتحاد في مدى تاريخه ان اول مباراه اقيمت في شمال سيناء في العريش في بير العبد. اول مباراه تقام هناك في ظل 2020. انت طبعا عارف التحديات اللي كانت موجوده. طبعا بس كانت رسالتنا واضحه. لو تتذكر في التوقيت ده كان الاحداث شديده جدا. وبناء عليه انا تواصلت مع الجهات الرسميه ووجه تحيه القيادات في البلد، لان فعلا بجد امنوا بالفكره. لان انا قلت لهم انا عاوز ابعت رساله للعالم اجمع في هذا التوقيت ان لمصر قائد وجيش درع وسيف قادرين ان يحموا حماها، ورساله من ارض السلام من سيناء الحبيبه ان مصر دائما مقبره لكل من اراد بها سوءا. وفي النهايه رحت هناك ولعبنا اول مباراه في تاريخ الميني فوتبول بحضور معالي الوزير المحافظ محافظ شمال سيناء سياده اللواء محمد عبد القادر شوشه، اللي انا برسل له تحيه محافظ، وكل الساده المحافظين. لان للامانه انا بقول ان ال 27 محافظ في هذا التوقيت كلهم التقيت بهم كلهم جميعا بلا استثناء، وتم تدشين اللعبه بحضورهم جميعا. يعني لما كنت مثلا انزل المنيا اللي هو اسامه القاضي يبقى موجود معايا في التدشين بتاع اللعبه. كل محافظ كنت بنزل كان بيبقى موجود حاضر معانا، يعني اللي هو خالد
في شمال، في شرم الشيخ، في جنوب سيناء. يعني كل الساده المحافظين بلا استثناء كانوا حاضرين معانا في يعني كل الحضور، علشان ندي رساله واضحه. والحمد لله رب العالمين اطلقنا اول مباراه يوم السبت 26 ديسمبر وفي شمال سيناء. طب المباراه الختاميه بقى عملتها فين؟ بتاعت ختام الدوري رحت عملتها في حلايب. خدنا الفرقتين وسافرنا بالباصات ووصلنا ورحنا لعبناها في حلايب. صممت ان انا اللي هي العبها في المباراة حلايب. الختامية. المباراه الختاميه بتاعت الدوري، الافتتاح كان في شمال سيناء والختام كان في حلايب. رحنا لعبنا المباراه الختاميه في حلايب عشان ندي رساله واضحه للمناطق الحدوديه، ونقول رساله لاهالينا هناك في حلايب وفي كل المناطق الحدوديه في مصر ان مصر قريبه من شبابها في كل ربوع الوطن، وده حقهم علينا. ودمج ولادنا من ابناء المناطق الحدوديه في الرياضه هو شيء مهم جدا جدا لبناء حياه رياضيه سليمه في المجتمع المصري. والحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا وقمنا بهذا العمل. لان دايما عايز اقول حاجه، الرياضه استاذ ياسر ما هيش قصه ممارسه فقط، الرياضه بناء انسان. ايوه صح. واعطاء الحس الوطني والمعنوي. اللاعب الصغير اللي بيلعب في الرياضه ده لو انت جبته في النشء، ده اللي هيطلع اللاعب الطبيب، اللاعب المعلم، اللاعب الضابط، اللاعب القاضي، اللاعب المستشار، اللاعب الحرفي في المهنه بتاعته. ففي النهايه انت بتبني بنيه واضحه حقيقيه عشان نبني للاجيال اللي جايه ونترك بصمه طيبه لدى كل ابنائنا بكل الاحترام وكل المحبه. والحمد لله رب العالمين اقيم الدوري المناطق، تاهل منه للدوري الممتاز. الدوري ده كان ب 237 فريق، الاول والثاني راحوا دوري ممتاز، الثالث والرابع راحوا الدرجه الثانيه، الخامس راح الدرجه الثالثه. فقدرت من خلال البطوله الاولى ان انا احدد معالم الاتحاد من خلال الفرق التي ستذهب للدوري الممتاز والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه وغير ذلك. ما شاء الله. بعد كده طبعا يوم الخميس 25 مارس 21 اطلقت الدوري الممتاز الاول. ثم بعد ذلك يوم 9 ابريل الموافق 10 رمضان اطلقنا بطوله كاس مصر الاولى للميني فوتبول. ويوم 19/5/21 سنه 2021 اطلقت الكره النسائيه. ويوم 6/6 كان عندي اجتماع في الاتحاد الافريقي وطلبت ان مصر تشارك في كاس الامم الافريقيه في نيجيريا بالكارت الاخضر. يعني من خلال وجودي في الاتحاد الافريقي ان مصر تشارك في البطوله، لان احنا اوريدي لسه اتحاد منضم. اتحاد عمره ما لم يكمل 6 اشهر، بطوله عمرها بدات في 25 مارس وتروح تشارك في شهر 6. يعني بطوله لاعبين عمرهم 3 شهور بس في تاريخ اللعبه، وتغامر انك تروح بيهم تسافر بيهم كاس افريقيا امام منتخبات عاتيه في افريقيا، انك انت تسافر. كانت رسالتي واضحه واحنا مسافرين. انا يوم يعني في صوره من ضمن الصور اللي هبعتها لحضرتك في حفل القرعه اقيم يوم 9/6/2021 اقيم في نيجيريا. سبحان الله الكاس بتاع البطوله يوم الحفله بحضور كل رجال الدوله في نيجيريا. انا خدت الكلمه بصفتي نائب رئيس اتحاد افريقيا رئيس لجنه تطوير الاستراتيجيات. انا طبعا ارسلت تحيه لبلدي الحبيبه مصر الى قائد بلدي، لان كان في التوقيت ده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو رئيس الاتحاد الافريقي. وكانت رسالتي واضحه بقول ان مصر دائما تمد يد السلام للجميع، ومصر دائما تفتح ذراعيها للجميع، وان احنا جايين نشارك. واكدت على ان احنا يعني باذن الله جايين ننافس، وحينما تحل الطائره مصريه للسفر لاي بطوله فاحنا رايحين علشان ننافس. مفيش حاجه اسمها عندي تمثيل مشرف، لان من اليوم الاول في تاريخ هذه اللعبه وضعت في اذهان اللاعبين المصريين ان كلمه منافسه، وما عندناش في سجلاتنا حاجه اسمها تمثيل مشرف. والحمد لله في هذا اليوم انا رحت مسكت، كان في موقف ظريف حصل ان وانا هناك رحت مسكت الكاس. كل الناس كان في صوره رسميه مع الحكومه النيجيريه، وكل الناس راحوا علشان يقفوا، كل رؤساء الاتحادات راحوا عشان يقفوا هم في الصف الاول عشان يظهروا في الصوره مع قيادات الدوله النيجيريه. انا سبت كل الناس دول كلهم ورحت لقيت الكاس سابوها على الترابيزه لوحده. فانا فعلا رحت مسكت الكاس وقمت رايح ماسك الكاس واتكلمت معاه، صدقني. قلت له يا رب ارجع بيك مصر. وقمت رايح واقف فما لقيتش مكان، فوقفت اخر واحد في الصوره من ورا، لكن الكاس في ايديا. فالصوره دي لما نزلت في كل الوسائل قالوا يعني بيقولوا فين الاتحاد المصري، فين احمد سمير سلمون، بيقولوا ورا اللي معاه الكاس. فكنت انا اخر واحد في الصوره من ورا.
حوالي بتاع 40 شخص في الصوره، اه وانا مش ظاهر خالص غير وشي بس، والكاس هو اللي ظاهر لان انا شايله رافعه لفوق. ما شاء الله. فدعيت ربنا في اللحظه ديت، قلت له يا رب يعني كما في الصوره الرسميه حملت الكاس ان احملها في الصوره الرسميه في ختام البطوله. ايوه. وفعلا سبحان الله جيت يوم البطوله لما احنا مسافرين نيجيريا، وصلنا هناك. فطبعا انا كانت رسالتي واضحه واحنا مسافرين لكل الجهاز الفني واللاعبين، سمعت بيهم قبل السفر وقلت لهم دلوقتي ان احنا اللي مسافر ده مش منتخب مصر، دي كتيبه مصريه طالعه تدافع على الوان هذا العلم. الله. اللي قادر فيكم يكون موجود معايا يتفضل بكره يكون معايا في المطار، واللي ما هوش قادر انه يسافر علشان احنا مش في فسحه وما احناش مسافرين نسافر علشان نتكلم غير في حاجه واحده بس، اه. النصر ثم النصر ثم النصر، غير ذلك لن اقبل منكم اي كلمه. وفعلا سافرنا الى هناك، وانا من اللحظه دي خدت قرار ان انا مش رئيس اتحاد البعثه، انا راجل طالع حامل قائد كتيبه رايح علشان اقعد بالكتيبه ديت محملين بايات النصر. والحمد لله رب العالمين وصلنا نيجيريا، جينا في المباراه الاولى فزنا على غانا 3-0، في المباراه الثانيه فزنا على بوركينا فاسو 4-0، في المباراه اللي بعدها فزنا على كوت ديفوار حامل لقب البطوله الماضيه 3-1، في الدور الثمانيه فزنا على زامبيا 2-0، في مباراه قبل النهائي قابلنا كوت ديفوار مره ثانيه حامل اللقب فزنا عليها 3-2، في مباراه صعبه جدا. في المباراه النهائيه فزنا على ليبيا 1-0، ويومها كان يوم جمعه، عمر ما هنسى اليوم ده لان كان يوم الجمعه ده انا خطبت بيوم الجمعه. ما شاء الله. وكانت رساله في صلاه الجمعه لدرجه ان كلنا بكينا، قلت لهم يعني فرحوا بلدكم محتاجه فرح. ويعني شبهتهم بمعركه اكتوبر 73، ان احنا داخلين ندافع على كرامتنا وعلى اسم بلدنا وازاي. ففعلا بجد الجميع تاثر، ويومها في الملعب يعني انا كنت معاهم في كل التدريبات، حتى على الخط معاهم في ارض الملعب. الحمد لله رب العالمين، برضو من يملك القوة يملك القرار. استطعت ان انا مصر يكون فيها 3 حكام في البطولة دي، بقى كان المفروض واحد بس، قدرت اضغط وقدرت ان يسافر معايا 3 حكام. كان معايا كابتن محمود شرقاوي وكابتن حسن السندريسي وكابتن سعيد اليماني. والحمد لله انتهت البطولة ورحت مسكت الكاس مرة ثانيه، قلت له انا وعدتك ارجع بيك مصر وانا هرجع بيك مصر. ورجعت بيه مصر، والحمد لله رب العالمين في اليوم ده فزنا بجوائز عديده. انا فزت في البطوله دي بجائزه افضل رئيس اتحاد افريقيا بنيجيريا، فزنا باحسن حارس في البطوله كان علي غزال، ما شاء الله. فزنا بافضل مدرب في البطوله كان الكابتن رياض بن حمديه، اشرف الليلي احسن مسؤول علاج اصابات ملاعب معالج بالبطوله. ما شاء الله. الحمد لله يعني انا قدرت ان انا اوضع الناس بتوعي في خانه الضوء علشان ياخدوا حقوقهم. طبعا. والحمد لله رجعنا محملين بكاس البطوله. ثم بعد ذلك يوم 25/7 كانت التحضيرات المنتخب مصر للسيدات ان احنا نشارك في كأس العالم في اوكرانيا في الحرب الروسية الاوكرانية. وسافرنا الى اوكرانيا بمنتخب مصر للشباب، كأس العالم للشباب تحت 23 جينا رابع عالم برضه. كأس عالم للسيدات تحت منتخب مصر الاول جينا رابع عالم برضه. يعني حضرتك كنت وانت بتعمل المناطق والمراكز الشباب كنت ماشي ولاد وبنات في نفس الوقت؟ كنت ماشي ولاد وبنات. والحمد لله رب العالمين وصلنا كاس عالم سيدات جينا رابع عالم، وكنا ممكن نصل للمباراه النهائيه امام الولايات المتحده الامريكيه. لولا ظلم الحكم الايراني كان زماننا وصلنا للمباراه النهائيه. كنا بنلعب امام مولدوفا، هزمنا اوكرانيا في الافتتاح. يعني المهم ان احنا فعلا وهزمنا صربيا. لكن بالمناسبه ده اول مره في تاريخ الكره النسائيه في مصر، سواء الكره ال11 او الشاطئ او الصالات او التقليديه في السيدات، ان منتخب مصر يلعب كاس عالم ويجي رابع عالم. والله دي فعلا دي غريبه يعني. ما شاء الله. الحمد لله رب، حتى منتخب الشباب الحمد لله رب العالمين من اول مشاركه ليه احنا كنا قادرين ان احنا نهزم كولومبيا ونصل للمباراه النهائيه امام التشيك. لكن برضو الظلم التحكيمي، لكن بعلاقاتي طبعا ووضعي هناك طبعا انا ما سمح للاسف ما كانش فيه فار. فطبعا انا طلبت عقد اجتماع مكتب تنفيذي عاجل، وان انا لن اسكت على ما حدث. وبناء عليه فعلا الاتحاد الدولي وافق على طلبي، وتم يوم التتويج تم التاكيد على ان يتم تنصيب مش 3 فرق بس، اول وثاني وثالث ده بفضه برونز، لا وضع مكان للرابع.
وفازت مصر بجائزة الروح الرياضية، واتعمل جائزة خاصة للمنتخب المصري، لأن أنا ما بفرطش في حق بلدي خالص. طبعا. وبعرف أجيب حقوق بلدي كويس جدا. الحمد لله. بعد ذلك طبعا رجعنا أكملنا الموسم. كان ختام الدوري الممتاز الأول يوم 12 سبتمبر. بعد ذلك أطلقنا الموسم الثاني. كان يوم 11 أطلقنا بطولة الدوري الممتاز. 16 نوفمبر أطلقنا دوري السيدات. 25 نوفمبر الذي يوافق افتتاح طريق الكباش أطلقنا دوري الدرجة الثانية. دوري الدرجة الثالثة أطلقناه يوم 6 ديسمبر. 11 ديسمبر أطلقنا بطولة الناشئين تحت 17 وتحت 15، والبراعم تحت 13 وتحت 11 وتحت 9 سنوات. يوم 31 ديسمبر أعلن رسميا في جوائز حفل الاتحاد الإفريقي فوزي أحمد سمير، المصري أحمد سمير، بأفضل رئيس اتحاد في القارة السمراء. ما شاء الله. ثم بعد ذلك بلغت رسميا ان انا مرشح على جائزة ذا بيست على العالم مع رئيس الاتحاد البرازيلي ورئيس الاتحاد التشيكي، يعني المجموعة من افضل رئيس اتحاد في اوروبا وافضل رئيس اتحاد في الامريكتين. والحمد لله يوم 28 مارس في حفل كبير اتعمل في البوسفور في اسطنبول بحضور رئيس الاتحاد الدولي فيليب جودا ونائب رئيس الاتحاد الدولي اشرف بن صالحة، وفزت وفاجئ ان الحمد لله رب العالمين تم اختياري ان انا ذا بيست افضل رئيس اتحاد حول العالم. ما شاء الله. حول العالم كله. في العالم كله في 124 دولة. واثناء انطلاق الباخرة المحملة بالمسؤولين رسميا تحت البوسفور مباشرة كتبت ودي صور فيديوهات موجودة ونزلناها طبعا والاعلام نزلها وقتها. تحت البوسفور الباخرة وقفت تماما وبأشعة وكتب على البوسفور احمد سمير ان انا افضل رئيس اتحاد ذا بيست حول العالم من اول ذا وورلد. وايجيبت اتكتبت كده باللون الاخضر الكبير. ما شاء الله. وتكريما تم تتويجي في هذا اليوم. ويومها الكلمه بتاعتي امام كل الشخصيات الحاضره من مختلف الدول خدت الجائزه واهدتها الى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي امام كل الحضور. وخرجت الصحف وقتها ان المصري احمد سمير يتوج افضل رئيس حول العالم ويهدي تكريمه لرئيس بلده. ما شاء الله. بس فالحمد لله رب العالمين ووصلنا المسيره واطلقنا الموسم الثالث للدوري الممتاز واطلقنا الموسم الثالث لكاس مصر منذ ايام. ويتواصل قطار الميني فوتبول نجاح وسنواصل المسيره. احنا الان بنجهز السفر لكاس العالم في الامارات في راس الخيمه ان شاء الله في شهر اكتوبر القادم، في الفتره من 26 اكتوبر حتى 4 نوفمبر كاس العالم في الامارات. عندنا ايضا بطوله الافرو امريكيه دي هتقام في البرازيل في الفتره من 15/7 القادم. عندنا استعداد للبطوله العربيه تقام في القاهره هنا ان شاء الله في مطلع سبتمبر ان شاء الله. يعني لدينا استحقاقات عديده والحمد لله يعني القطار يواصل مسيرته. ما شاء الله عليك. الناس هتلاحظ في الحلقه ديت هيقول لك هو ياسر ما بيتكلمش ليه. انا في الحلقات السابقه كنت على طول بتلاقيني حتى، ودي عاده سيئه، بقاطع الضيف وبتكلم وكده واتدخل، ولكن انا قصاد حضرتك مبهور بالامانه. الله نمره 2 مستمتع جدا، مبهور ومستمتع بالحديث والانجازات. فاخشى ان انا اقاطعك بسؤال وكمان قصاد ايه بقى، كمان حضرتك اعلامي كمان، يعني كنت في تونس وليك يعني برامجك وحاجتك. فانا بصراحة يعني هيبان عجزي التام في هذه الحلقة لان قدام شخصك العظيم يعني بصراحة انا مبهور. وبعدين هنتظر دعوة منك في مكتبك لان لتصوير حلقة بقى صوت وصورة مع حضرتك كاملة واصور الاتحاد ومقره واتعرف باعضاء مجلس الادارة، لان كده لا ده الاتحاد ده مش ممكن. ده حضرتك اولا استشفيت من حديثي معاك بانك شخصية مقاتلة وعنيدة، عنيدة في الحق طبعا، ووطني بالدرجة الاولى، ودايما بتبتدي يعني مشوارك بالطريق الصعب وليس السهل علشان ما تنتهيش بنفس طريقة السهولة اللي قد يبتدي بها الآخرين. يعني انك تبدأ بالمناطق اللي هي الحدودية، ده انت بترسم خارطة حدود رياضية رهيبة. يعني مين اللي يعمل كده؟ مين اللي يعمل كده؟ كله بيجري على منطقة القاهرة والجيزة. لما رحت حلايب صدقني، ولما رحت سيوة
الناس ما كانتش مصدقه ان في حد جاي يهتم بيهم. انا طبعا بفتخر، طبعا. وحتى يعني خرجت الجرايد الرسميه، جريده روزا اليوسف على صفحاتها الرسميه كانت رسالتها واضحه، ان اول رئيس اتحاد في تاريخ الرياضه المصريه يزور حلايب ويضع فيها بطولات للرياضه. اول رئيس اتحاد يروح سيوه، رئيس يروح ينزل في مناطق شمال سيناء في عز ان جيش مصر العظيم يكافح الارهاب هناك، لان كانت هناك طبعا رسائل طبعا. وطنيه لان ده دور الرياضه يا فندم، بناء الانسان المصري. بس ده هو نبع احد اهم الاولويات. نبع عن شخصيتك على فكرة القتالية يعني. يعني انا فعلا مبهور بحضرتك والله، بكلمك بجد يعني. ربنا احنا يخليك يا عاوزين استاذ. نعرف يعني كمان انجازاتك في تولي المناصب اللي مش ليك بقى، للناس اللي هم مشاركين معاك في الاتحاد بناء على طبعا انا الانتخابات اللي بهني هي طبعا اه. الأخيرة دي اولا طبعا دلوقتي كان انتخابات الاتحاد الافريقي في لجان الاتحاد الافريقي. شوف يا استاذ ياسر، انا عاوز اقول على حاجه. كل انسان يحمل المسؤوليه اه لابد ان يضع علم بلده نصب عينيه. الشيء المهم جدا، احمد سمير موجود النهارده. ليه احمد سمير يكون موجود بس؟ ليه ما نصنعش كوادر تانية تكون موجودة علشان مصر تكون حاضرة وبقوة في الملفات المختلفة؟ مش بتكلم عن الرياضة، بتكلم على كل منصب، كل شخص مسؤول ربنا يضعه مسؤول في أماكن معينة. لابد انك تقوي دور بلدك موجود. انا النهارده كان من الممكن جدا جدا ان انا افضل احمد سمير موجود في الاتحاد الافريقي لكره القدم المصغره الميني فوتبول موجود لوحدي، لكن انا النهارده ابقى انا اللي صاحب الشو بس؟ لا، انا النهارده بضع شخصيات مصريه جديره ان تمثل مصر، ونفتح الباب لكفاءات اخرى، وما زال الطريق مفتوحا لكفاءات اخرى. ولذلك صممت ان بلدي لازم تكون موجوده وبقوه وفي اللجان الاهامه بالاتحاد الافريقي. ولذلك رشحت الكابتن محمد الخضري رئيس لجنه المسابقات الاتحاد المصري، رشحت لكي يكون على راس لجنه المسابقات الرسميه في افريقيا. والحمد لله الناس عشان بتثق فيا وبتثق في تفكيري، لان الحمد لله رب العالمين وضعنا بنيه قويه جدا وبنينا بنيه قويه جدا اشاد بها الجميع. ايضا الكابتن احمد الشناوي الحكم الشهير وضعته على راس لجنه الحكام الافريقيه، ايضا كنائب رئيس لجنه الحكام الافريقيه. اللواء طبيب اركان حرب محمد رضا عوض كان رئيس مركز الطب العالمي السابق، وهو بالمناسبه هو نائب رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول. وضعته كرئيسا، يعني ساهمت بوضعه ان يكون رئيسا للجنه الطبيه بالاتحاد الافريقي. وايضا الكابتن اشرف الليلي ان يكون عضوا بالاتحاد الافريقي في اللجنه الطبيه. ده شيء مهم جدا جدا، لان دي امانه. انا توليت امانه، لابد ان اصون هذه الامانه، وان اضع بلدي فيما يليق بها في مكان يليق باسم مصر الكبيره عربيا وافريقيا. وان شاء الله دايما ربنا يقدرنا نضع اسم بلدي في كل المنصات الدوليه التي تليق باسم بلدنا الحبيبه مصر. مصر كبيره، ومصر يا استاذ ياسر تحتاج من ولادها كلهم ان هم يامنوا بقدراتهم، وان احنا نقول للمجتهد شكرا، ونقول اللي بيعمل اهلا بيك، ونفتح الابواب للناس المجتهده، ونفتح الطريق لكل من يحاول ان يقدم لمصر شيئا يضيف لها في المحافل الدوليه. يعني وباللغه العاميه يعني ان احنا بالبلدي كده المجتهد لازم نقول له اتفضل، نقول له شكرا، وواصل مسيرتك، ما نوقفوش. وفي نفس الوقت ما نكيدش له، يعني ما نحاولش نخلق له مشكله، ما نحاولش نحاول ان احنا نعصره يتعثر. لكن في النهايه بقول يا جماعه اضافه الى شيء اخر، لدي رساله. اسمح لي برضو ان انا نخرج من الرياضه في نقطه محدده. اتفضل. انا ببعت رساله لكل شاب في ارض مصر، ببعت رساله لبني وطني، بقول لهم رساله واضحه ومهمه جدا. يا ابناء مصر، مصر في حاجه لكل ابنائها في الفتره دي. صحيح الظروف الاقتصاديه بتحاك بينا، بس عاوز اقول ان الظروف الاقتصاديه مش علينا احنا بس، ده على كل دول العالم كله. فلابد نتكاتف علشان نعدي المرحله ديت، نؤمن ببلدنا اكتر، وان شاء الله هنعدي بر الامان. مصر دائما قدر لها ان تواجه تحديات كثيره على مدى تاريخها، سواء في العصر الحديث او في العصر الماضي، لكن في النهايه كان لنا تحديات كثيره. فدايما ربنا بيبارك هذه الارض وبيحمي هذه الارض الطيبه، وان شاء الله هنعدي
الازمات الاقتصاديه، وان احنا قادرين ان احنا نعدي المرحله دي، لكن لابد ان احنا نتكاتف مع بعض. وبقول ان يعني كونوا في كنف بلدكم، كونوا في كنف الدوله المصريه، لان مصر محتاجه. لا نستمع الى الاشاعات والاكاذيب، لا نسمح لاحد ان يفرق الصفوف. مصر ستظل محميه بامر الله، ما شاء الله. ولذلك سنواصل مسيرتنا، مش هنسمح لحد يزعزع الصفوف بتاعتنا. لا تستمعوا لكل ما يقال من اكاذيب، اقعد حلل مع نفسك واسال نفسك واتكلم وفكر، وكون ايد للبناء ولا تكن يدا للهدم، كن ايجابيا ولا تكن سلبيا، عاون من يستحق، لا تظلم ولا تظلم. وفي النهايه سنكمل المسيره رغم كل التحديات. انا ماشي بالقطر في الحته اللي انا ماسك، كل واحد لو جه في الحته اللي هو شغال فيها اتقى الله في عمله وعمل من اجل ان يرفع من شأن عمله وشأن وظيفته وشأن بلده، والله بعيدا عن الكره والحقد والبغضاء والضغينه. بالعكس، انا عاوز اقول للمجتهد شكرا ومديله ايد عشان يبقى الافضل، ما دورلوش على حاجه علشان البسه مصيبه ولا البسه مشكله. مشكلتنا الكره والبغضاء. تعالوا نحاول نبني مع بعض ونحاول ان احنا نصل ببر الامان، علشان ما نخليش الكفاءات انها تسيب البلد وتمشي. احنا عاوزين الكفاءات تواصل المسيره وتشتغل وتنجح وتكبر وتعلي، ونسمع ونقعد مع بعض ونسمع المشكله فين، نسمعها ونحاول نحلها، ونحاول ندي لاولادنا نعطيهم الثقه في نفسهم. دي رسالة مهمة جدا والله اللي حضرتك قلتها دي. والله يا استاذ ياسر بلدنا جميله قوي. ودعوه ان احنا للتحابب والتآخي. حبوا بلدكم، امن بدولتك وقيادتك، هنعدي مع بعض بر الامان. احنا يعني مصر، انا قلتها وافضل اقولها دايما، ارجعوا للتاريخ، فمصر هي من كتبت التاريخ. صحيح. مصر هي التي كتبت التاريخ على جدرانها، وارجعوا للتاريخ هتعرفوا ان البلد دي هتفضل محميه ومصانه ليوم الدين. احنا البلد الوحيده اللي ذكرت في القران الكريم صريحه ومؤوله. انا بشكرك جدا جدا جدا، وبصراحه استمتعت بهذه الحلقه التي لا يعني ما مش عاوزها تخلص، ولكن علشان على وعد بلقاء حضرتك صوت وصوره في مقر الاتحاد، هضطر اختم الحلقه ديت على لقاء اخر ان شاء الله. شكرا ليك. بشكرك جدا. ختاما وليس ختاما، بوجه كل الشكر والتحيه للاعلامي الشريف المحترم استاذ ياسر، وبشكرك جدا في برنامجك الشيق والممتع حكاوي الطيب في رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين، وعيد فطر مبارك مقدما لكل الشعب المصري ولشعب مصر العظيم قياده وشعبا. ختاما وليس ختاما، حفظ الله مصر، حفظ الله الوطن، تحيا مصر رئيسا وشعبا جيشا وشرطه، والله الموفق والمعين. احمد سمير، مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، رئيس الاتحاد العربي، النائب الاول رئيس الاتحاد الافريقي. دمتم في امان الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر.